هل تعلم أن العضو الذكري يتنفس؟ نعم، ليس بالمعنى الحرفي كالرئتين، ولكنه يحتاج إلى تدفق دم مستمر يشبه التنفس في ضرورته وتكراره. العضو الذكري لا يحتوي على عظام ولا عضلات تتحكم في انتصابه، بل يعتبر من أكثر الأنسجة حساسية في الجسم، ويعمل بنظام دقيق جدا قائم على تدفق الدم وإشارات العقل. والأغرب، إذا لم تصل إليه إشارات عصبية ودورة دموية جيدة، فإنه يدخل في حالة تسمى خمولا وظيفيا، وقد يصاب بما يعرف بالضمور الجزئي. لذلك يحدث أثناء النوم ما يسمى الانتصاب اللا إرادي، وهو انتصاب يتم بدون أي مؤثرات جنسية، لكنه دليل على أن الجهاز العصبي والدورة الدموية سليمان. في المتوسط يحدث بين 3 إلى 5 انتصابات كاملة كل ليلة، وإذا توقفت هذه الانتصابات الليلية فهذا قد يكون إنذاراً بوجود مشاكل صحية في الأعصاب أو في القلب أو حتى في التدفق الدموي العام.